سلام البنات، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حبيباتي اليوم غادي نديرو معكم واحد السمك. هذا حبيباتي غنديروه للفطور. ما عرفتش شنو سميتو، ها هو لكن سمك حاجه واعره خطيره، يعني سمك نظيف حبيباتي. هاو عندنا 3 سمكيات هون، هذه قطعتها وهذول خليتهم هيك، هذول عشان الاولاد قطعتها، وهذه لان احنا الكبار. عندنا الكزبره والبقدونس، 10 ريوس توم، عندنا ليمونه قطعناها، عندنا فلفل حامي. حنضربهم في الهاشوار ونرجع معاكم. نضرب الفلفل، الليمون، الكزبره والبقدونس والثوم كله في بعضيه حنضرب. المهم البنات احنا ضربناه في الهاشوار. حنحط شويه كزبره، شويه زنجبيل، نحط شويه بابريكا هذه حاره، فلفل اسود، شويه ملح، شويه الكركم، شويه الكمون. حبيباتي حنحط هون زيت المازولا. خلاص حبيباتي حنخلطها ونحشيهم من جوا ومن برا. حبيباتي هاي زي ما شفتوا، هاي سويناها بدون لا خضره ولا شيء. تغيير بدون خضره، المره بتجي اطيب كمان، نفس الطريقه بتجي خطيره. حبيباتي حنسوي هون كريم كراميل او معروف. هاي عندك، هاي بتكبيها فوق بعد ما تخلص، نكبها للبودره. كل خيشه بنص لتر حليب. هعمل نص لتر هون، هعمل معه شويه سكر. هذه اخر شي بعد ما اخلصها وبحطها، اذا دخلها الثلاجه بكبها فوق الطوايه. يعني حبيباتي حتكبينا هون يعني نص لتر وشويه، اكتر من نص لتر. كبينا هاي البودره، عشان هذيك المره عملت لتر و2 علبتين ما تاكلوا معانا، يعني كتير اجا. حطينا البودره وحطينا السكر حسب المذاق الذوقي. حشوف حطيه فيه ولا لا، انت بتذوقي على حساب بتحبيها حلوه كتير بتزودي. انا اكتفيت من عدتين حلوين. خلاص حبيباتي حنحطها على النار، بعد ما تخلص نحطها في الطواجن حنزين بهي. شفتوا يا بنات؟ طلت هالطريقه فوق الفرن، بعدين حنحطها في المول. هذا المول لسه طلعته، بعد ما تفور ححطها في المول. حبيباتي هنحط هذا نزين بيه هيك الطريقة، كريم كراميل. شو بيفضل نص فوق ونص تحت، بيعطي طعم خطير. خلاص حبيباتي وحندخلها الثلاجة. يلا المهم حبيباتنا كما شفتوا، هاي دخلنا هذا على الفرن. السمك هذا خليناه لسه يبرد شويه باش نفوتو على الثلاجة عشان يبرد يتجا، يعني يصير زي هذا. عندنا هون كرواسون طلعناه من الفريزر لسه يابسه، بس لقرب شويه وقت الفطور. عندنا هون البيتزا، هاي انا مسوياها بالبيت العجينه. هاي 6 هون 2 هون 2 لازم في بعضهم. وعندنا هون المسمن المغربي بيتعمل بالدهنه، خطير. وعندي هون سلطه طماطم وهذا جزر، خس، خيار، شبت وبقدونس. المهم حبيباتي انا حبيت اشارك معاكم. وعندنا هون الرز حنعمله بنقعه في الميه بدون نص ساعه. رز مصري هذا حنعمل شو اسمه، رز صياديه بالبصل، انتم عارفين وانا عاملاه معاكم. اللي ما بيعرفوا يدخل على الفيديوهات تبعي رز بصياديه. المهم حبيبتي انا شاركت معاكم. رمضان مبارك سعيد، وهذا فطورنا البسيط المتواضع. وحنقلي بطاطس انا حوريكم. المهم حبيبتي انا حاطه الطوايه، عايزه بس البطاطس تفك لانها مجمده كمان.
هذه البطاطس الجاهزة وتيجي من المولات، بس حاطة الخيشة علشان تهدى شوية من الثلج وبلش أألف هذا. المهم حبيباتي هذا فطورنا المتواضع. المهم لأنه لسه الوقت الأذان بكير شوية حبيت أشارك معاكم هلا. يلا حبيباتي إذا عجبكم المحتوى تبعي اعملوا لي لايك وادعموني وسبسكرايب. يلا رمضان مبارك سعيد.